السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كده بأربع كوبايات دقيق. هنعمل أكتر من كيلو ونص من القراقيش التحفة السادة واللي بعجوة وتقطعات مختلفة. تحفة يا حبايب قلبي، كده بأقل التكاليف هتعملي كمية لزوم البرد كده والسقسقة وفطار وعشاء جميلة جدا جدا، طعم وريحة بإضافة هتخليها تحفة. أول حاجة كده معايا هنجيب حاجة كده صغيرة ألمونيا نحمص فيها معلقة من الشمر ومعلقة من اليانسون، معلقتين كبار كده هرمية. هنحمصهم تحميص عشان نطلع المواد العطرية اللي فيهم، وهنطحنهم في الكبة. ومعايا هنا 3/4 مج من المية الدافية، هنحط عليه معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة، معلقة صغيرة يا حبايب قلبي، وهنركنهم على جنب كده لحد ما الخميرة تتفاعل معايا. وهجيب الأربع كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين من السكر وربع معلقة من الملح وثلاث معالق كبار من السمسم، ومعلقة من الخليط اللي أنا طحنته اللي هو الشمر واليانسون، هينقلها نقلة تانية خالص يا حبايبي. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده، عشان كل المواد تختلط مع بعضها كده، والريحة الجميلة ديت بتاعة الشمر واليانسون تطلع. ولو إضافة ديت اختيارية، لو حابة إضافة الفانيليا هنضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا. ومعايا هنا نفس المج اللي أنا عايرت بيه الدقيق، عايرت بيه نص مج سمنة ونص المج زيت. السمنة بتدي نعومة وريحة كده وطعم جميل، والزيت بيدينا قرمشة. هبسهم مع بعض بسة جميلة جدا جدا لحد ما كل الدقيق يتغلف بكل السمنة معايا بالشكل ده. اهم حاجه البسه دي يا حبيب قلبي، بتخلي الدقيق يبقى يمتص كل الماده الدهنيه معايا، بيبقى جميل جدا جدا. امسكه كده في ايدي يبقى يعني جامد، وارجع اعمله كده يتفرول معايا. هاجي بقى هنا اضيف الخليط اللي هو الخميره بالسكر والميه اللي هو المج الا ربع، واعجن كده لم يا حبيب قلبي. معجن انا مش عاوزاها رب لها عرق بالشكل ده. وهجيب كمان كده ربع مج من الميه، اضيفه كده معلقه بمعلقه على حسب احتياج العجينه. ممكن ياخد مج وربع، ممكن ياخد مج ونص، على حسب نوع العجين معايا. العجينة هنا معايا أخدت مج يعني معلقتين كبار أو ربع كده تقريبا. ولميتها كده كويس جدا جدا بالشكل ده، تبقى عجينة طرية ما بتلزقش معايا، متماسكة في نفس الوقت. أغطيها كده بكيس وأغطيها ترتاح معايا شوية كده على جنب. هنا معايا ديت يا حبايب قلبي العجوة اللي أنا كنت عاملاها معاكم فيديو في تفريزات البلح، جميلة جدا جدا، وطريقة عمايل العجوة تحفة يا حبايب قلبي وطرية زي الملبن، اللهم بارك. وانا كده كده كنت عاملاها بالسمسم. قبل ما اعينها في الفريزر كنت مغلفاها بالسمسم. ضفت عليها كده معلقة من الخليط اللي انا كنت طحناه اللي هو الشمر باليانسون، وصبعتها كده اصابع للتشكيل بقى معايا عشان تبقى جاهزه معايا. هجيب قطعه من العجينه كده قطعه قطعه وافردها بايدي كده، وبعد كده بالمردنه، وهي سهله جدا هتتشكل معاكي بكل سهوله حتى لو بايدك مفيش مردنه. هنحط كده معايا العجوه، والعجوه بسم الله ما شاء الله. لو معاكي العجوه جامده ممكن تحطيها على النار بمعلقتين ميه كده او حليب، وتهدي النار خالص عشان تطرى معاكي، عشان تبقى سهله في الفرد. بالشكل ده اضغط عليها كويس جدا جدا من الجوانب ومن الطرفين، واقلبها كده الناحيه اللي انا ضغطت عليها وقفلت بيها ديت هي اللي تبقى تحت يا حبايبي. واكمل فرد كده بالشكل ده، السمك ما يبقاش لا هو سميك ولا هو رفيع بالشكل ده معايا. والعجوه متوزعه اللهم بارك فيها كويس جدا جدا. ومعايا الصاج مش مدهون اي ماده دهنيه، الماده الدهنيه اللي فيها كافيه جدا جدا، وهتطلع النتيجه تحفه ان شاء الله. وهنعمل كمان قطعه برضو زياده تاكيد كده للي ما اخدش باله من التشكيل الاولاني. تشكيلها سهل جدا جدا، يعني مش فن ولا حاجه، بسيط خالص يا حبايب قلبي. والكلام ده للبنات اللي هم طبعا ما يعني ما لهمش في المعجنات، وبتشتروا الحاجات دي من بره بصراحه غاليه جدا جدا، والنتيجه مش كده خالص زي اللي انت هتعملها في البيت. هنقفلها اهو يا حبايب قلبي. فردنا العجينه وحطينا العجوه وقفلنا الاطراف، تسوي العجينه براحتك خالص لو انت يعني عاوزاها مهندمه. وبعدين نبرمها كده عشان ناخد السمك اللي احنا عاوزينه، والعجوه تتوزع فيها كويس جدا جدا. وبعدين نفردها بالطول وبالعرض بالشكل ده بالمردانه معانا، يعني بتدينا نتيجه افضل من الايد، عشان الايد بتدي تعريجات كده او تجزيعات في العجينه. لو لقيتي الاطراف فاضي كتير من العجوه وعاوزاها مهندمه او فيها التشكيل ده بالقطعه ديت، وهتقطعيها القطعه العاديه خالص اللي بنقطع بها المخلل معانا او الترشي. هتقطعها بالشكل ده السمك بقى اللي يرجع لك.
بالشكل ده يا حبايب قلبي، اللهم بارك، تحفة، والعجوة متوزعة فيها بطريقة جميلة جدا جدا. نرصها برضو في الصاج لحد ما نكمل الصاج معانا. صاج بالعجوة، والصاج ده 30 في 40. ادتني يا حبايب قلبي اللهم بارك نتيجة كويسة جدا جدا وكمية جميلة. 4 كوبايات دي ما خدوش وقت، كانوا سهلين جدا جدا في العمايل، وملوا لي البيت خير، وريحة البيت كلها بقت خير. الجزء الباقي كده يا حبايب قلبي انا عاوزة جزء فاضي بيبقى جميل جدا جدا. القرقش الفاضية دي انا بحبها قوي. اللهم بارك. هنبططها عادي جدا خالص بالسمك كده، وما تخليهاش رقيقة لانها لسه هتنفش، هي فيها خميرة وفيها بيكنج باودر. بالشكل ده برضو نفس الصاج برضو 30 في 40، ومش دهنه اي حاجة، وهرصها فيه بالشكل ده. جميلة يا حبايب قلبي وسهلة. ولو عاوزة تفرديها عشان يبقى فيها كده فراغات من جوه، هتفرديها وترجعي تلميها وتبرميها. عاوزة تعمليها بزاوية، تعمليها عدلة، براحتك خالص. بالشكل ده ممكن برضو نعمل شكل تاني، نقطعها برضو كده ونفردها ونسويها كده، وناخد الجزء ده هنلمه، هنحتاجه دلوقتي، هنقول لكم هنعمل بايه. ممكن تقطعها كده 7 وتمانيات، هتديني شكل مثلث جميل جدا جدا. ونفس الشكل ده ممكن برضو يكون اللي هو نحشيه بالعجوة. جميلة جدا وشيك يا حبايب قلبي، اللهم بارك في التقطيع كده وفي الأكل، جميلة خالص. هنا برضو الجزء اللي اتبقى اللي أنا أخدته من الأطراف جمعته مع بعض. بس طبعا هو حجمه كويس جدا، بس الكاميرا طبعا كانت بعيد فباينه ان هي صغيره. هنحط بقى برضو فيها كوره من العجوه كده، اللهم بارك، بالشكل ده، ونكورهم ال4 كور بالشكل ده. بعد ما نحشي هنعمل تجويف كده ونقفل الاطراف عشان نقفل كويس جدا جدا على العجوه، عشان ما تبقاش باينه في الصاج من تحت وتجمد معايا وتسمغ كده معايا، تنشف في الفرن بالشكل ده. واخلي الناحيه اللي انا قفلت عليها هي اللي فوق ابطط عليها، عشان السطح التاني يبقى املس وجميل جدا بالشكل ده. اهو دي افكار بس يا حبايب قلبي، وبالشيش طاووق كده ان اعمل فيها فتحات عشان ما تقبش معايا. انا عاوزاها كده هي تبقى زي القرص المبسوسه معايا بالشكل ده. طبعا بعد ما حطيتها كده وغطيتها على بعضها، جات لي فكره كده برضو لو حابينها تبقى كلها بالسمسم. طبعا عشان الاولاد السمسم طبعا مفيد جدا جدا ياكلوه، طبعا ما بيرضوش ياكلوه كده، هياكلوها بالقرص كده، هتبقى تحفه جدا جدا. طعمه وفايده، بيبقى مقرمش ومتحمص في الفرن، وفايدته طبعا جميله جدا جدا. جبت البخاخ عشان ميه عاديه خالص من البخاخه، رشيت عليها كده. عاوزه تحطي ميه بسكر لو انت خايفه يقع، بس والله ما وقع ابدا. وتحطها كده في السمسم، هتتشبع بالسمسم، جميله جدا جدا. وطبعا جه دلوقتي مني نقطتين ميه في الصاج، رب يكونوا واضحين، هشيلهم بقى بالمنديل عشان ما تلزقش معايا في الفرن، لان دي ميه هتخلي لو اتحطيت عليها القرصه هتلزق معايا بالشكل ده يا حبايب قلبي. برش عليها رشه من الميه واحطها في السمسم، وحطيتها في الفرن على درجه حراره 180، مولعه من فوق من تحت قبلها بربع ساعه و10 دقائق الفرن يسخن كويس. واهم حاجه كده لو الفرن بتاعك النار بتاعته مش مستويه جنب وجنب، تغيري الصاج من وقت للتاني مع المتابعه كده، تاخدي اللون الجميل الذهبي التحفه ده، مستويه من بره ومن جوه مقرمشه، اللهم بارك. وريحه السمنه البلدي تحفه، والزيت مديني قرمشه خطيره جدا جدا. بس معذره انا نسيت افتح معاكم اللي هي ساده، تحفه يا حبايب قلبي. يا رب يا رب يكون افدتكم ولو ب1%. والتسويه لونه تحت وفوق لون خطير، عشان طبعا كل شويه بنتابع الفرن ونغير الصاج معانا، اللون موحد وجميل والتسويه تحفه. حتى لو عامله كميه كبيره ما تقلقيش مش هتبوظ معاكي لان التسويه ممتازه. اللهم بارك، تحفه يا حبايب قلبي. ان شاء الله تعملوها وتجربوها، وما تنسوش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت حلو، والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحفه يا حبايب قلبي، خطيره، لازم تجربوها. كمية بسيطة وسهلة، وملينا البيت خير. وزنتها جت 1.5 كيلو، اللهم بارك، تحفة. والله أنا وزنتها على الميزان. إن شاء الله تعمليها وتجربيها كده وتقولي لي رأيك في الكومنتات. تحفة يا حبايب قلبي، خطيرة جدا جدا. إن شاء الله إن شاء الله مش هتبطلي عمايلها، تحفة. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ تنسونيش من كومنت حلو ودعوة حلوة. واللي أول مرة يشوفني يا ريت يا ريت فضلا وليس أمرا